مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا اليوم بعتبرها من الوصفات السهلة والاقتصادية ومناسبة للعائلات وللناس يلي بيعملوا حميات. بس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وفعل الجرس مشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. بالنسبة للتعليقات اللي وصلت على كام فيديو قديم رح أفرد لهم حلقة خاصة ورح أرد عليهم إن شاء الله كلهم. وهلأ رح نبلش بالوصفة. عندي أول شي صدر دجاج كبير. هو أنا عملت صدر ونص، كانوا صدرين بس شلت عملت صدر ونص وشلت النص التاني لأعمل هيك شوربة. رح نعمل اليوم كباب بالدجاج مع البرغل الأحمر. أول شي قطعت الدجاج هيك قطع صغيرة لأني بدي أحطه بالطاحونة الصغيرة. وعندي هاي الخضار بصلة وبقدونس وحبة فلفلة. يفضل اللون الأحمر بس إذا ما في خلص يعني بنستخدم أي لون موجود عنا. طحنتهم ناعم. هلا بدي أصفيهم من المي، ما تخلوا ولا نقطة مي، خليهم يصفوا كتير منيح، اضغطوا عليهم وخلوها بالمصفاية لبين ما تخلصوا الدجاج، تطحنوا الدجاج لحتى تصفى كل المي من البصل. وهلأ بطحن الدجاج، حطيته على 3 دفعات. هلا انا هيك صفيته من المي. هاي المي ممكن تخلوها بالاخر اذا كان الدجاج ناشف معكم كتير نشف، ممكن تدهنوه بالفرشاية بهاي المية، مية البصل والفلفلة. بالنسبة للبهارات ما راح نحط بهارات كتير، بس ملح و... وفلفل اسود وبابريكا وبودرة ثوم. وراح احط شوية زيت، بس انا هون كترت زيت، لا تعملوا مثلي. هلا شوفوا كيف يعني غلبتني كتير بالتشكيل. هي معلقتين بس انا مدري هيك نسيت حالي، ضليت هيك زي تقولوا اندمجت بالوصفة وكبيت زيت زيادة. لا انتوا اعملوا بالمعلقة، حطوا بالمعلقة وحطوا معلقتين زيت بس. وهلأ رح ادهن صينية الفرن شوية زيت ذرة. وهون حطيت بصحن صغير شوية زيت لحتى ما يدبق بإيدي العجينة بإيدي. هلأ شوفوا بالتشكيل هون تعذبت شوي لأنه مفروض ما يكون فيها سوائل، أنا كترت زيت. بس معلش يعني عملتها أي شكل بالأول، عملتها يعني هيك وعلى الماشي وزبطتها بالمغرفة. هلأ رح تشوف يعني عملتها بالمعلقة مشان يصير فراغ جوا الكباب، يصير فراغ. وهلأ بظبط التشكيل مثل ما شفت أول الفيديو أو رح نشوف بعد شوي. طبعا هاد صوت ابني بينادي، عملت له الحليب وتركته وهلأ عم يشرب الحليب. هيك مثل ما شفتوا. طبعا إذا ما كترتوا زيت ما بيكون صعب التشكيل، يعني بتثبت معكم على المعلقة بسرعة. بس أنا ما بعرف شو صار لهيك كترت زيت. بس يلا ما مشكلة، بتقدروا تستخدموا المعلقة وتقدروا عادي مثل ما بنقرص الكفتة العادية.
طبعا هاي الوصفة كمان بتناسب الناس اللي عاملين حميات هيك وبياخدوا هيك شوية برغل، ممكن هيك بتزبط لللو كارب أو الحميات العادية، حميات يعني حساب السعرات. وبتقدروا تعملوا جنبها رز، بتقدروا تعملوا يعني رز وسلطة، أو ممكن تعملوا كمان معكرونة. هلا شايفين اني حطيت اي كلام بالصينية، وبعدين بالسباتل بتاعت الحلويات او باي مغرفة عندكم، يعني انتو احرار هيك بنعدلها وبنحاول نعملها شكل. انا وصلني تعليقات كتير اسئلة عن الكيتو وتجربتي مع الكيتو، وكمان عن حبوب التخسيس اللي كنت عملت فيديو قبل. ان شاء الله رح ارد عليكم فيديو تاني، وطبعا حيكون الرد حسب تجربتي مو اكتر. بتقدروا كمان بطرف معلقة هيك تعملوا الشكل هاد. وهلأ بدي ادخلها على الفرن، حطيتها على الفرن حامي على 250 فوق وتحت، وما بدنا نحمرها كتير لحتى ما تنشف. هلا انا عملتها بصدر الدجاج، بس بتقدروا تحطوا يعني في قلبه دهنة صغيرة مع الفرم، او تقدروا تخلطوا صدر دجاج مع فخاد دجاج لحتى بتعطيكم هيك طراوة اكتر. هلا بدي احضر للبرغل. هون معي بصلة صغيرة فرمتها، وفلفل اخضر. طبعا هو شكله غريب لانه من المزرعة، يعني احنا زارعين فلفل، فيعني هو لسه بيكبر اكتر. اذا بتحبوه حاد فيكم تحطوا حاد، اذا ما بتحبوه يعني حار فيكم تحطوا فلفل عادي ما يكون حار مثل ما بتحبوا. هلا هون انا كترت بندورة لاني بدي اياها بالبندورة، بدي البرغل لونه احمر بالبندورة هيك يشبه البرغل تبع الاتراك. طبعا وصفة البرغل هاي طلعت كتير طيبة، أطيب من الوصفة العادية اللي بلا بندورة، اللي بنحط لها هيك حبة بندورة بس وبرغل عادي بنعمله. هاي الوصفة أطيب من هديك اللي بالبندورة هاي. كتير طلع طيب، حبيته وحتى ضل بالتلاجة يعني 3 أيام وأنا باكل فيه. هيك قليت البصلة والفلفل، وحطيت البندورة، وحطيت معلقة معجون طماطم كبيرة، بتقدروا تحطوا كمان معلقتين، بس يعني هاي معلقة كبيرة كبيرة مليانة على قولة الشيف عمر مقوبعة. وهلأ كاسة برغل كبيرة، ما نقعته ولا عملت فيه اشي، دغري يعني من الكيس حطيته بالكاسة. وكاسة برغل حطيت لها كاستين مية كبار. طبعا حطيت الكاسة التانية بس كانت مطفية الكاميرا، يعني حطيت كاستين كبار من نفس الكاسة اللي عيرت فيها. وإذا حسيتوا بالطبخ إنه محتاج يعني شوي فيكم تحطوا ربع كاسة نص كاسة حسب كيف تحسوا إنه محتاج. والبهارات ما راح نحط بهارات بالمرة، بس ملح، بس ملح، ما بدنا نحط لا ماجي ولا مرقة ولا حتى فلفل أسود، بس ملح.
وهلأ بنتركه مو على نار هادية ولا عالية، هيك نار متوسطة، يعني أعلى من النار يلّي بنحطها على الرز. وهلأ الدجاج استوى، ما تحمّروه كتير، إذا حمّرتوه كتير رح ينشف. شايفين ولا أسهل من هيك؟ يعني حطيته بالفرن وجهّزت البرغل وكان كل شي جاهز. ممكن تاكلوا معه سلطة، تعملوا معه سلطة، لبن، كيف ما تحبوا. شايفين؟ وكمان طلع طري، بتعرفوا كتّرت زيت فهو يعني طالع طري. وعملت معه سلطة بس ما حطيت على السلطة بندورة لإنه البرغل طعمه كلّه بندورة. وطبعًا عندي في البيت شي أكلوها بسلطة، شي أكلوا البرغل مع لبن، وشي أكلوه بس مع ليمون، كيف ما تحبوا ساووا. هاي وصفتنا لليوم، إذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم مني كل جديد. بشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.